السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى مشترياتي للثانويه عامه اللي كنت هقول للمدرسه على فكره. سوري، مشترياتي لثانويه عامه. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. بصوا، طبعا انا قبل ما اروح اجيب الحاجه بتاعتي عملت فرز للادوات. اظن شفته في الفيديو اللي هو اللي قبل ده. عملت فرز للادوات بتاعتي وكده علشان ان انا اجيب الحاجه اللي انا محتاجاها، بس ما اجيبش حاجه ازيد يعني وكده. فعملت فرز للحاجه بتاعتي وشفت اللي انا محتاجاه واللي انا مش محتاجاه وجبت على الحاجات اللي انا محتاجاها فقط. بعد ما جبت المشتريات دي بجد افتكرت كده ايام ما كنت في اولى ثانوي. كنت عامله فيديو مشتريات بجد يا جماعه، كان تحفه تحفه تحفه. كنت جايبه كميه حاجات رهيبه. مش عارفه، لذلك الحاجات دي لسه موجود يعني موجوده عندي منها لحد دلوقتي. فكان عندي حماس رهيب ساعتها، وكنت عامله فيديو بصراحه كان تحفه، والله بجد كان تحفه. وكنت جايبه كميه حاجات كتير قوي. أنا كل ما افتكر الحاجات دي اللي هو ببقى مستغربه انا ازاي كنت جايبه الحاجات دي، والله بجد. او كنت بعمل بيها ايه اصلا. المهم هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت مثبت. تمام. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده على طول. اول حاجه جبتها هو الكشكول ده. ده هارد كفر. بجيبهم من الاديب بجد. الكشاكيل بتاعت الاديب جميله قوي. الماتيريال بتاعت الكفر بتاعها حلوه. في هارد كفر كتير، بس الكشاكيل بتاعت الاديب نفسها حلوه قوي. الورق نفسه من جوه جميل جدا، فانا بحبهم قوي. وتاني حاجه جبتها هو الكشكول ده اهو. بس ده 240 ورقه. الاول كان 100 ورقه. 240 ورقه ده انا مقسمه كل كشكول انا جايباه على اساس ايه. وجبت يعني جبت الكشاكيل اللي ممكن احتاجها في السنه كلها، فانا مش عارفه بصراحه هل هيقضوا ولا مش هيقضوا. انا ما جبتش غير كشكول واحد بس 240، فمش عارفه هيقضي ولا مش هيقضي. المهم يعني انا جبت 200 ورقه. قلت يعني اعمل حسابي، انا مش عارفه بصراحه، ومش مشكله لو احتجت تاني بقى ابقى اجيب يعني لو احتجت. بعد كده جبت الكشكول ده 200 ورقه اهو. بس انا حاسه ان حجمه كبير، يعني مش عارفه بصراحه يعني هيقضي ولا مش هيقضي، بس ان شاء الله باذن الله هيقضي. حاسه كبير. ده انا فتحته لاني كنت هكتب فيه بس ما كتبتش فيه، وقلت اقوم بقى ايه اصور لكم بسرعه كده علشان قبل ما استخدم الحاجه يعني وكده. انا قمت وقفت علشان حاسه ان الدنيا مش متظبطه كده. المهم بعد كده جبت الكشكول ده. انا قلباه كده علشان هو بيعمل انعكاس، واظن هو عامل مش عارفه او مش عامل. المهم يعني لو في حاجه ابقى اعملها في الايديت بقى وكده. ده 200 ورقه. بصوا يا جماعه، انا حبيتهم. اكتر حاجه حبيتها يعني في الاديب وكده ان الكفر نفسه شكله تحفه. و... وبيحطوا عليه بتاع ده اسمها ايه، عبارات حلوه قوي. ده اختي كان عندها زيه، وكنت عايزاها تجيب لي واحد زيه. فهي ساعتها ما لقيتش غير واحد، فعشان كده لما لقيته جبته. بجد شكله حلو قوي اهو. بصوا ده شكله، شفتوا البتاع عامل انعكاس. بعد كده جبت الكشكول ده برضو 200 ورقه اهو. بس ده شكله عسول قوي برضو. ده شكل الظهر. دول 200 ورقه. انا جايبه اظن 4 200 ورقه، وجايبه واحد 100. ده 100 برضو. ده 100 بس ده بتاع اختي. انا بتاعي اللي شبه ده 200. واخر حاجه جبتها هو الكشكول ده ماشي. ده اللي هو الصغير ده 80، التاني 200 ماشي. ده 80. ده لاختي بقى. ده هي هتستخدمه كنوت عادي. بس كده دي كشكول اللي جبتها كده. انا جبت كام كشكول؟ جبت واحد 240. جبت واحد 240 واربعة 200 وواحد واحد 100 ماشي. وواحد 80 بتاع اختي وواحد 100 بتاع اختي. بس كده دي كشاكيل اللي انا جبتها. بس بعد كده جبت بقى دستة كراريس لاخويا وكده. عايزه اقول لكم حاسه ان الفيديو عشوائي جدا، وانا مش عارفه بصراحه الدنيا ملخبطه معايا ليه، مش فاهمه فيه ايه. بس تمام، اتس اوكي. المهم ان انا اصور لكم الفيديو. جبنا اول حاجه اللي هي الاقلام دي. طبعا دي بابا اللي جايبها، كان جايبها بقاله فتره، بس كنا جايبينها برضو من الفجاله. فقلت والله سامح، هو جاب له علبه وجاب لنا علبه. ف واحنا اصلا ما بنحبهاش. جاب لنا علبه واحنا ما بنحبهاش. هو يبقى يستخدمها بقى عادي يعني. احنا جبنا بصراحه اقلام كتير قوي انا عارفه. جبت بعد كده اللي هي العلبه دي. ده حبر. انا بحب الحبر جدا وبحب الجل. بحب الحبر اكتر من الجل. جبت 2 حبر وجبت 2 روتو اللي هي العاديه، علشان انا بذاكر بيهم، بذاكر بايدي، انتوا عارفين يعني حاجه زي كده. يبقى كده جبت 5 علب اقلام غير الاقلام اللي عندي. لا، الاقلام اللي عندي بسيطه يعني بصراحه، ما عنديش اقلام كتير. خدتوا بالكم من الاقلام. بعد كده جبت الهايلايترز دول عشان الاصفر اللي عندي بيتهيألي بيشطب. هو مش بيتهيألي،
هو بيشطب. وعلى فكره الالوان باستيل عن الالوان دي باستيل، مش باينه فسفوريه قوي كده زي ما هي واضحه في الفيديو، عشان بس الاضاءه وكده. جبت حاجه كان نفسي فيها بقالي كتير قوي 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 قوي، ودي اكتر حاجه بسطاني بجد 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 بجد. دي اكتر حاجه بسطاني جدا، وهي الفواصل برضو الباستيل، مش الفواصل الفسفوريه اللي هي التانية دي. الوانهم تحفه وجميله قوي. جبت اللي هي دي اللي بيبقى فيها 200، دي فيها 200. ودي جبت دي كمان. بصوا الالوان بتاعتها، الالوان بتاعتها عسوله عسوله عسوله. اعمل اهدم الالوان بتاعتها عسوله عسوله قوي 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 بجد. واكتر حاجه بقى جبتها وحبيتها ودخلت قلبي وكان سعرها رخيص موت 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 حرفيا، دول تحسوهم طالعين من عصر فيكتوري. بصوا هوريكم حاجه حاجه. بصوا دي اول حاجه الستيك نوتس، بصوا. ودول مش عارفه فواصل ولا ستيكي نوتس برضو، بس هما حلوين قوي. ودي ستيكي نوتس، بصوا بامانه عسوله قوي، تحفه والله بجد تحفه. فدول اكتر حاجات اصلا عجباني، الفواصل والستيكي نوتس. دول اكتر حاجه عجباني عشان كان نفسي فيها وكنت اطلبها اونلاين وما طلبتهاش. وفي حاجه كمان بقى كنت هطلبها برضو اونلاين وكده وما طلبتهاش وفرحت قوي لما لقيتها يعني. بس انا هوريكم الاقلام الاول، هوريكم الاقلام الباقيه الاول. جبت الاربع اقلام دول، بصوا دول اشكالهم بجد شكلهم جميل وعسول قوي، كتكوت جدا. بحب الاقلام دي يا جماعه بجد. جبنا 3 اقلام سبوره، بس روتو. هما اتفتحوا عامه علشان جبنا الحاجه اللي كنت هنصورها لكم، السبوره دي اهي. انا هنا اهو السبوره دي عشان اختي بتدي احياء يا جماعه، فاحنا بتدي احياء علوم، فاحنا جبنا لها السبوره دي. هي باين طبعا بالكاميرا انها كبيره. جبنا الاقلام دي ونحط بقى الاقلام هنا. وعندنا كمان اقلام، بس الاقلام اللي كانت عندنا السن بتاعها باظ، عشان كده جبنا الاقلام دي. واهم حاجه بجد، اكتر حاجه كنت عايزه اجيبها جدا لاني كنت نفسي فيها، وهي هي ولا هو مش هتفرق، ده بتاع الاقلام. يا جماعه بجد والله بجد عسول قوي عسول قوي قوي قوي. بعد كده بقى وهي اخر حاجه واهم حاجه بالنسبه لي، عشان اجيبها جبت شنطه. يا جماعه عماله اقول لاصحابي من ساعه ما جبتها انا جبت شنطه حضانه، انا جبت شنطه حضانه. بس يا جماعه انا ما كنتش عايزه اللون ده، تمام، ما كنتش عايزه اللون ده. بس انا في نفس الوقت يعني ما كنتش لاقيه اسود. يعني الشنطه دي نفسها دي اللي انا عايزاها، بس عايزه منها اسود في ابيض، وانا مش لاقيه اسود خالص. فوالله ما لقيت غير اللافندر، والبني كان خلصان برضه. يعني قلت هجيب البني وكده، ما لقيتش برضه بني، فاتضايقت. فقلت يعني كان احسن لون موجود هو اللافندر، فقلت مش مشكله. بصراحه برضه شكلها عسول قوي. بصوا ده شكلها جميله وكبيره قوي. بصوا ظهرها من ورا، بصوا بالظهر الحته دي جيب كبير، الحته دي كده، الحته دي كده جيب كبير، فعجبني قوي. عشان لو مثلا لو خارج يعني ولا حاجه وهحط فيه بقى ايه مثلا فلوس تليفون كده. وانا اصلا كده كده بحب الشنط دي اكتر من الشنط اللي هي العاديه، علشان دي بتاخد حاجات كتير وانا بحب اخرج يبقى معايا حاجتي كلها. وبس كده خلصت. بعد كده بقى انتوا قلتولي عايزين اوريكم الكتب اللي انا جبتها، تمام. فانا قلت بالمره اوريكم في الفيديو ده الكتب اللي انا جبتها. اول حاجه هوريكم جبت ايه للكيمياء. جبت للكيمياء كتاب التفوق، اللي هو ده طبعا شفتوه، هو 3 اجزاء كده، بس جبته حل بس ما جبتوش شرح علشان انا معايا شرح الامتحان PDF على التليفون، تمام. يا جماعه عايزه احذركم من حاجه، هحذركم بس من حاجه. طبعا كتاب التفوق ومندليف والكتب دي كلها، الكتب دي كلها موجوده بتتسرب PDF. ليه بقول لكم بتتسرب؟ لان هما ما بيبقوش مسامحين فيها، وبيبقى مكتوب على ظهر الكتاب من ورا اهو ان هما مش بيبقوا مسامحين فيها وكده، وانه في عقوبه لاي حد هيبقى معاه مش عارفه ايه. طبعا الكل بيتلاشى الكلام ده، لان سهل قوي بيوزعوها على بعض PDF، واللي هو محدش هيتحاسب وكده. يعني ده كلام فاضي، بس حرمانيتها عند ربنا كبيره، تمام، لانهم مش مسامحين فيها. زيها زي كتب المدرسين الاونلاين بالظبط. يعني المدرسين الاونلاين مثلا زي المدرسين دول، تمام، مش بيبقوا مسامحين لان هم اللي عاملين الكتاب، فمش بيبقوا مسامحين في اي حد يصوروا مثلا، اي حد يسربوا الكلام ده كله. ف جماعه المفروض نحترم حته زي دي بجد. وعشان برضو حرام علينا، يعني مثلا احنا رحنا اشترينا الكتاب بفلوس، غيرنا هيروح ياخده ببلاش عادي جدا. بس شفتوا دي بجد حاجه مش كويسه برضو. يعني عارفين لو مسامحين فيها زي كتب الامتحان تمام، لكن دول مش مسامحين فيها. جبت الكيمياء تاني حاجه كتاب مستر خالد صقر، كتاب الكيمياء التفوق ده انا باخده
باخده معايا في درس الاوفلاين. والكتاب بتاع مستر خالد صقر انا باخده معايا عادي عشان بقى احضر المحاضرات يعني بتاعته وكده. بعد كده بقى جبت ايه للفيزياء. اول حاجه انا وريتها لكم، جبت الكتاب بتاع مستر محمد عبد المعبود ده اهو، وده لسه 4 فصول بس يا جماعه، خلاص عرفت انه 4 فصول. ده 4 فصول ماشي. وده كتاب الفيزياء الامتحان عادي، بس ده برضو اسئله بس، اللي هو يعني حل، ما جبتش الشرح برضو معايا PDF، فلو احتجته ببص فيه وخلاص. بس بصوا يا جماعه، جبت كتاب كيان. طبعا استنى كتاب مستر محمد صلاح لما ينزل وباذن الله هبقى اجيبه. وبس كده. ده كتب، جبت كتاب العربي اللي هو بتاع كيان، واستنى كتاب بالعربي بتاع مستر محمد صلاح. وبس كده، مش هجيب، مستحيل اجيب حاجه تانية للعربي، مستحيل 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 مستحيل. بعد كده كتاب الاحياء بتاع الجوهري، برضو ما جبتش غير كتاب احياء واحد اللي هو بتاع الجوهري ده، والباقي هيحلوا معانا على المنصه. وغير كده كمان معايا الامتحان PDF. انا عملت حركه غبيه ما انصحكوش تعملوها تماما، يعني اللي انا عملته ده انتوا ما تعملوش خالص، ان انتوا تجيبوا كل ماده كتابين كده في الاول، وكتب طلعت كبيره جدا والاسئله كبيره جدا. ف يعني خلصوا كتاب الاول وبعد كده بشوفه. بس يعني انا اتغبيت بصراحه، كنت غبيه قوي في الحركه دي، بس مش مشكله. خير ان شاء الله، كله خير. وبس كده، اتمنى ما اكونش ناسيه حاجه تاني. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. باي باي.